السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. يا رب تعود عليكم بالخير والصحة والسعادة، وكل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل بمناسبة يعني قربت عاشورة، هنعمل مملحات، اسمها مملحات عاشورة. يعني زي صابليه، بس مالح، مش حادق، يعني مش مسكر. بس خلوكم معانا وتشوفوا الفيديو. بس هو فيه هتلاقوا في المقادير محطوطة كيس. أنا كنت فاكراه كيس بيكنج باودر، طلع كيس خميرة. بس يعني لحقت الموقف وأنا بحط الخميرة دي، بس شلتها وحطيت بيكنج باودر. بس خلوكم معانا ويلا بينا نشوف مع بعض المقادير. على بركة الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول مع بعض المقادير. انتوا يعني شايفين المقادير كتيرة، بس هي مش كتيرة، لأن الحاجات دي كلها دي بتاعت التزيين. يعني دي اللي هتبقى اللي موجود عندك هتعمليه. واللي أهم هو هيبقى عندنا كوباية مية، ونص كوباية زبدة أو سمنة سايحة، ونص كوباية زيت، زيت نباتي على زيت زيتون، يعني حتى ربع وربع كده، ومستردة وهريسة. وعندنا هنا جبنة، أنا دي جبنة رومي بشرتها. انت لو عندك فلامنك بتكون أفضل، فلامنك أحسن، بس أنا هي دي اللي كانت عندي رومي بشرتها. وعندنا هنا 6 قطع جبنة مثلثات. وعلى فكرة المقادير دي أنا يعني مضعفاه، يعني هو ممكن تعملي نص المقادير دي هتبقى كويسة. احنا نقول الأهم. وهنا 4 معالق نشا مع شوية ملح هنا، الدقيق هيبقى حسب الخليط، وبيكنج باودر يعني نص الباكو ده، يعني 7 جرام. هنحتاج ايه؟ 7 جرام. لا، انا دلوقتي عشان عامله المقدارين، هيبقى انا الباكو كله على بعضه. وانا هسيب لكم في صندوق الوصف المقادير بتاع نص الحاجات دي كلها بتاع التزيين. انا كان ممكن اخلطها مع بعض لانها كلها تتخلط مع بعض، بس انا سبتها كل حاجه لوحدها عشان اوريكم، لان في ناس بتسالني على الحاجات دي. يعني ده بافو اللي هو الخشخاش. هنا تقريبا بيقولوا له خشخاش، بس انا ما لقيتوش على فكره. سالت عليه ما لقيتوش. انا كنت جايباه معايا خشخاش. وهنا عندنا بذور الشيا، دي بذور الشيا. ودي كينوا، اللي بيسأل على الكينوا شكلها ازاي، هي دي كده اللي هي البيضة دي كينوا. وهنا اللب، العادي بتاعنا. وهنا شرايح اللوز اللي هي لوز إيفيلي. وهنا الزعتر يعني نسم بيه. بس كل ده اللي عندي. وفيه لب اللي هو الكبير، ده هحطه في الآخر عشان لما نيجي نقطع ما يضايقش معانا. هي دي كل المقادير، والدقيق حسب الخليط. طيب احنا هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هي السلطانية تقريبا دي مش هتكفيني، هشوف اجيب حاجة لانها تقريبا مش هتكفي. ده هنحط المية، مية عادية من الحنفية يعني. ونحط الزبدة، وهنا زيت زيتون مع زيت عادي. نحط الجبنة، نحط المستردة،
حطيت 3 معالق. نحط الهريسة. هحط معلقة صغيرة بس الهريسة. بحب الشطة، ممكن لو ما عندكيش هريسة ممكن تحطي شطة عادي. بس كده هنخلط مع بعض كله. احنا مش هندعك قوي يعني، هنخلي القطع الجبن دي كده تفضل قطع. شوية زعتر. فكرة الزعتر ده في المملحات دي بيديها طعم حلو يعني. هنخلي حبة مع الحبوب دي من فوق كده، نحط حبة بس كده. هنحط النشا والملح بس كده. اللي احنا قلنا هنحط حبة صغيرين بس كده دلوقتي، وهنسيب حبة برضو نحطها من فوق العجينة من فوق كده بس كده. البيكنج باودر، الكيس اللي انا كان قبل كده افتكرته بيكنج باودر طلع خميرة فورية. الحمد لله انقذت الموقف، كان حبة من فوق شلتهم الحمد لله. خلاص كده هنخلط وبعدين نحط الدقيق بقى. بس واحنا بنخلط مش هنحاول نخلي الحاجات دي كده بس بقى. نحط الدقيق. لا مش هينفع معلقة، نحط بقى كده بس بأطراف أصابعنا يعني، ما نعجنهاش خالص زي الصابليه كده. الصابليه اللي بنعمله العادي، وده صابليه مالح. بس كده هنخلط كله يعني كده، واحنا بنلمها كده بأطراف أصابعنا يعني. ما تحاوليش تعجنيها خالص عشان تيجي مقرمشة. بس كده انا هلم العجينة كلها وارجع لكم تاني. كده العجينة بتاعتنا هي زي كده خلاص، احنا لميناها بس ما عجناهاش. هنحطها في الفريزر 5 دقايق قبل ما نقطعها. دلوقتي انا احطها في كيس بلاستيك وادخلها الفريزر. العجينة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفريزر سيبناها يعني بتاع 5 دقايق بس كده. هنحطها عشان نفردها، هنحطها بين بلاستيك كيسين كده. عايزة تفرديها على الرخامة ممكن تفرديها، بس هتحتاجي تحطي دقيق، واحنا مش عايزين نديها دقيق تاني. هي كده تبقى افضل. لازم تبقى رفيعة خالص.
بس كده بعد ما فردناها هنحاول نقطعها مربع يعني كده. بس ندهنها البيض بتاعنا اهو، نحط عليه شوية هريسة البيض. هريسة مش كتير. بس هندهنها عشان ايه لما نحط الحاجة بتاعتنا كده تلزق فيها. كده مش ما حطيتش زعتر لسه، احط شوية زعتر معاهم. بس نحاول نحط الحاجات بتاعتنا كده. نحاول نضغط عليها شوية بالنشابة عشان الحاجة تمسك، يعني مش قوي عشان ما تتفردش، هي بس كده ضغطة خفيفة. بس كده هنقطع بقى، هنعلم عشان يجوا قد بعض كده. اللوز لقيت المسطرة مش لزقت مع الحاجة، خلاص نقطع بإيدينا وخلاص كده. بس هتعمل كده. العجينة أنا مرضتش أحط لها دقيق قوي، سبتها شوية كده بس جت طرية. بس هي لو كل ما بتبقى طرية بتبقى أحلى، ولما بتحط لها دقيق كتير بتبقى تيجي ناشفة. بالتقطيع اللوز عشان كده انا مريتش اعمل اللب التاني، قلت عشان ما تضايقنيش في التقطيع برضو
بس حسب انتي عايزة الطول، على حسب الطول يعني. ممكن كده كويس كده، متهيألي كويس كده، كويس كده. انا كده جت على ايديا مش. لا انا اللوز ضايقني، انا كنت بعد كده ما اخليه، احطه بعد ما نقطع بقى. بس اللوز بس كده. انا هقطع كله واحط في الصاج وارجع لكم تاني. كده بعد ما قطعناه نحط اللب التاني. انا كنت قايله اللب هيعكسنا في التقطيع، طلع اللوز هو برضو عملنا في التقطيع. بس نحاول نحط اللب كله كده، وبعدين ندخلها الفرن ونرجع نشوف شكلها النهائي عامل ازاي. لما حطينا اللب كده هندخلها الفرن ونرجع نشوف شكلها النهائي ان شاء الله. وصلنا معاكم لنهاية الطبق بتاعنا للمملحات عاشورا. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واللي ما اشتركش يشترك ويضغط على زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، والتعليقات بتاعتكم الحلوة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.